لما صاحبتك بتغلط بتطبطبي عليها فورا، تروحي تقولي لها معلش، انتي تعبتي قوي، وتحاولي على قد ما تقدري تهوني عليها. طب لما انتي بتغلطي بتعملي ايه؟ بتهوني عليها ولا الصوت اللي جواكي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت بيظهر ويطلع وينتقدك ويقولك قد ايه انتي اوحش ام في الدنيا؟ احنا اتخلقنا في الدنيا دي مش محتاجين على فكرة نعمل مجهود فظيع علشان نكون مقبولين. كل اللي حصل إن إحنا على مدار سنين حياتنا تم انتقادنا بشكل كبير جدا، فبقينا طول الوقت بنكلم نفسنا كلام مش أحسن حاجة، فنقول لنفسنا أنا أم عصبية، أنا أم وحشة، أنا أم فاشلة. وكأنك بالظبط بتلبسي ماسك، الماسك ده بتمشي بيه قدام الناس، بتقول لهم أنا أم فاشلة، أنا أم عصبية. فالناس بدأت تبص عليكي وتشوفك على إن انتي أم عصبية. ده مش علشان انتي وحشة، ولكن علشان الجزء الحقيقي اللي جوانا خايف قوي يطلع ويظهر ويقبل ان الناس تنتقده. فبدأنا نلبس الماسك ده علشان الناس تخاف وتبعد، ويبطلوا ان هم يلومونا، ويبطلوا ان هم ينتقدونا. لكن الحقيقة ان احنا مش محتاجين نلبس الماسك ده، احنا محتاجين ببساطة نقبل اننا بشر، ونقبل كمان ان احنا ممكن نغلط. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن إن في قوانين كونية، المرة دي بقى هكلمك عن مخك، وهقولك إن مخك متكون من شوية حاجات كده فوق بعض، أفكار، معتقدات، قوانين انت اللي حطيتيها مش أنا اللي حطيتها. القوانين دي بقى قعدتي تكلمي نفسك بيها وتقولي لازم أعمل كل حاجة، لازم أكون أشطر أم، لازم أخلص كل الحاجات اللي في البيت مرة واحدة. بس انتي مش عارفة تعملي ده. كل اللوازم اللي انتي حطيتيها على نفسك دي بقيتي كأنك شايلة شنطة فيها حديد مش طوب، والشنطة دي كل يوم بتتقل أكتر، وكل ما بتحطي لازم على ظهرك كل ما بتلاقي اللوازم اللي بتكتر اللي بتخليكي ظهرك تعبان ومش قادر يكمل. هل بقى ممكن تحاولي تنزلي الطوب ده وتقللي الكلام الوحش اللي انتي بتقوليه عن نفسك وتقولي لنفسك كلام أحسن، ولا هتفضلي دايما تقولي الكلام الوحش ده علشان انتي متخيلة انك لما تقوليه هتبقي أفضل؟ أصل احنا لما بنعمل الكلام ده وبنقوله لنفسنا مش عشان احنا عايزين نضايق نفسنا، لا 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 لا، احنا بنقول ده علشان احنا عندنا تخيل ان انا كل مرة هقول لنفسي أم عصبية فكأني يعني هاعمل كده جرس انتباه إن أنا عايزة أقلل عصبيتي. هي نية حلوة وطيبة وجميلة، بس النوايا الطيبة والجميلة مش معناها إنك هتعرفي توصلي لهدفك لو انتي ماشية في طريق غلط. فلو انتي عايزة بقى تبقي أهدى، يبقى محتاجة تبطلي جلد ذات، ومحتاجة كمان توقفي إنك تقولي لنفسك الكلام الوحش، الكلام اللي عمره ما هيوصلك لأي نتيجة. هو أنا إزاي أغيّر الكلام الوِحِش اللي أنا باقوله لنَفْسي؟ ببساطة أول حاجة هتقبلي القوانين الكونية اللي إحنا قُلناها المَرّة اللي فاتت، تقبلي إن أنتِ إنسانة، وتبقي عارفة كويس إن كل شعور وخصوصًا جلد الذات هو مش جاي يضايقِك، هو جاي يقول لِك طوّري من نَفْسِك وخلّيكِ أم أفضل، وحاولي تكوني على قد ما تقدري تعملي حاجات أفضل. خُدي النيّة الإيجابية والنيّة الطيبة، طوّري من نَفْسِك واسمعي الكلام اللي هو بيقوله لِك بس من غير ما تجلدي نَفْسِك. وحاولي، أصل إحنا ما فيش حاجة في إيدينا غير إن إحنا نسعى دايمًا. ما تنسيش تبعتي على الواتساب كلمة رفق عشان تنضمي معانا للتحدي اللي إحنا عاملينه في رمضان. كل يوم هيبقى 5 دقايق فيهم تمرين تقدري تساعدي نفسِك بيهم.